السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم معايا في هذه الوصفه جديده ولا هاد الحلويات ديال العيد ديال 2023. بغيت نوريكم هذا البلاطو اللي كيجي مشكل بحال هكا بعجينه وحده. البنات غادي نديرو ان شاء الله باذن الله 4 ديال الانواع ديال الحلويات، وعد هذا النوع الطاير هذا الصابلي كما كتشوفوا. راه درت منه انا تقريبا 3، غير كتبدلوا يعني في القوالب هكا ديال الشوكولا، وكتبقاو تلعبوا عليهم وكديروا شحال ما بغيتوا من النوع. المهم هاد البلاطو غادي تشوفوا ان شاء الله طريقه التحضير ديالو، المقادير وطريقه التحضير كلها في الفيديو. والاهم المقادير كما كتعرفوا، طريقه التحضير باش كتعرفوا ايطاب بار ايطاب كيفاش كديروا لداك الشيء. ان شاء الله كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش من اللايك، اشتراك في القناه، وكذلك البارطاج. وشكرا بزاف ليكم. المقادير ديال الحلوه ديالنا البنات غنحتاجوا فيها 4 ديال الزبده هذه ديال التوريق، راكم عارفين راه كتباع، مبغيتش نقول الاسم ديالها، ولكن ها نتوما شوفوا اللي كتكون في داك الكاريط. غادي تكون بدرجه حراره المطبخ، انا راه خديتها هنايا هكا، واخا كتشوفوها شويه غير حيت شويه باقي ما سخونش الحال بزاف. المهم ولكن راها سهله التشكيل. ها نتوما شوفوا دغيا غادي تقاد. غادي نضيفوا ليها دابا، غادي نضيفوا ليها كاس ديال السكر حبيبات نتوما، وكاس ديال السكر الثقيل هانتوما، وغادي نضيف ليها هكا الفاني، ساشي ديال الفاني. غادي نخدموا المكونات ونرجع معكم. ودابا البنات ملي ولات لنا العجينه هكا على شكل بوماط، غادي نزيدوا ليها هكا 3 ديال القطع ديال الجبن. سمحوا لي كنتهضر دابا حيت كنخدم بيد وكنصور معكم بيد. المهم قبلوا عليا، قلت علاش لا ما شاركتش معكم هاد الحليوه وصافي. وهاد الحلوه راه ماشي ديالي البنات صراحه الله، شفتها عند واحد الاخت في اليوتيوب وقلت نطبقها ونديرها معكم. كنظن انكم تكونوا كتعرفوا القناه ديالها مطبخ تيما، وقلت علاش لا ما نجربش هاد الحلوه. غير انا غادي ندير يعني بالمرش اللي عندي وبالعبارات اللي عندي وداكشي اللي عندي. المهم هاد زدت كما قلت لكم 3 ديال الفرماجات هانتوما، اللي غادي نحاولوا ندخلهم هكا في الخليط مزيان ونرجع معكم. هنا البنات غادي نضيف لهم 2 كيسان ديال الزيت، كاس العنبه. انا عندي هاد الكاس كبير، كاس 2 كيسان هانتوما. وهاد ملاحظه هاد الزيت البنات، يعني الا كنتو درتو الزبده هادي ديال التوريق كديروا 2 كيسان، كنتو درتو زبده حيوانيه كتنقصوا كديروا غير كاس وربع هكاك، فهمتوني؟ يعني على حسب الاخرى كتكون يد ما على هادي صافي كتخدموها حتى هي، كتدخلوا فيها هاد الزيت كامله في هاد ندخلوها في العجين ديالنا ونرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما ضفنا الزيت ديالنا ودخلناها مزيان في الخليط، غادي نضيف دابا معكم البيض. انا عندي هنا 4 ديال الحبات متوسطه الحجم، الا عندكم نتوما حبات كبار د البيض زيدوا 3. غادي نخدموهم حتى هما ندخلوهم في الخليط وكما العاده نرجع معكم. وهنا البنات غادي نضيف واحد شويه ديال الدقيق هانتوما، غادي نضيف عليه هنا 2 معالق كبار د النشا. نتوما الا بغيتو تزيدوا اكثر تقدروا تزيدوا اكثر، ولا بغيتو تجيكم مكرمله الحلوه بزاف بلا ما تضيفوا كاع النشا. هادشي اللي كاين. دابا غادي نزيد معكم كيس ديال الخميره ديال الحلويات حتى هو، يا اما يكون 8 غرام ولا 7 غرام ماشي مشكل. وغنبداو نخدموا هاد العناصر، وعاد داك الساعه نبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. في التالي غنقول لكم شحال خدات لي ديال الدقيق. دابا البنات راه خدات لي 500 غرام في الاول، وزدتها دابا واحد راني كنزيد واحد 200 غرام. في التالي غنقول لكم شحال خدات لي ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نتوما تعتمدوا على شحال خدات لي انا، لان على حسب السوائل كما قلت لكم، البيض قداش وبزاف ديال الحوايج، والتشرب ديال الدقيق للسوائل، يعني كل دقيق كيفاش داير. المهم انا ملي نكمل نقول لكم شحال خدات لي وصافي. وحاجه اخرى ما تدلكوهاش البنات، غير كتجمعوها ما تدلكوهاش. وهذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. ها هي دا كتجي هكا رطبه، ويعني باقا كتلصق شويه، ماشي كتلصق ولكن المهم يعني ماشي بحال اللي كتحسوا بها باقي خاصها شويه ديال الدقيق. ليسونسيال انا هنا خدات ليا كيلو ديال الدقيق البنات، ولكن انا راه دايره 4 ديال البيضات متوسطين. يعني لو كنتو غديروا نتوما غير 3 تقدر تاخذ لكم يعني قل كميه قل. ليسونسيال هذا هو القوام ديالها هكا كتجي. دابا غادي نقسمها الاشكال يعني القطع باش على حسب عدد القطع كيكونوا عدد الاشكال. انا غنقسمها كنظن غير 4 القطع. بركه ليا. وغادي نشكلها معكم ان شاء الله باذن الله. غنوريكم كل قطعه شنو غادي باش غنسموها ان شاء الله باذن الله.
وهذا هو الشكل البنات ديال القطع ديالنا، قسمتهم لربعه كما كتشوفوا. القطعه الاولى درت فيها فلون كراميل هذا، القطعه الثانيه درت فيها 2 معالق كبار د الكاكاو، وانتم على حسب يعني الكميه داك الكميه كيفاش بغيتوها تجيكم في اللون ديالها. بغيتو تجيكم اللون ديالها يعني بني فاتح، ديروا غير معلقه هكا ولا نص معلقه. بغيتو كل ما بغيتو تزيدوا الدرجه ديال هذا كل ما كثرتوا. غير هو انا درت 2 علاش؟ لان باش يجيني حتى مع هذا القوام هو هذاك، مع حيت هنا كاينه واحد المعلقه ديال نسكافيه صغيره مع شويه ديال الماء، نتوما تقريبا واحد نص معلقه ديال الماء، يعني باش داك الكاكاو يجينا هو هذاك مع هذا الماء. بغيتو تزيدوا الدقيق زيدوا الدقيق، لقيتوها يعني ولات لينه اكثر ولا طريه اكثر زيدوا الدقيق. هنا عندي البسكوي كما كتشوفوا اللي طحنته. هنا درت انا هذا، كان عندي هذا صابليت الكوكو كيعجبني، درته طحنته مزيان. هنا فيه 8 القطع البنات. هذا درت هنا فيرميسيل شوكولا، كذلك عندي هذا ديال اقبال كنت خديته من بيم، ها نتوما هو اللي عندي درته. ديروا الكميه اللي بغيتو صافي. ودابا غندخل كل وحده غندخل فيها داك العناصر اللي زدنا ديال النكهات اللي زدنا، وغادي نديرهم في بلاستيك باش ما ينشفوناش البنات. ها نتوما موجدين على بلاستيك غذائي، غنديرهم في بلاستيك غذائي ونرجع معكم. ها هما البنات العجينه ديالي من بعد ما صايبتها درتها في بلاستيك. غنجبد الاولى باش نشكلها معكم. هانتوما دابا عندي انا ما عنديش كي ندير، لان كما قلت لكم ما عنديش اللي يشد ليا. غادي تاخذوا كميه من العجين بحال هكا، ومن الافضل انكم ديروا حبيبات هكا اللي يكونوا صغارين شويه ماشي كبارين، باش لان كتعطيوهم المجال فين يتنفخوا شويه، لان فيهم الخميره يقدروا يتنفخوا شويه. انا غنوريكم غنديرهم على شكل بحال باطوني هكا، وغادي نقرصوهم هكا من الجناب. غنحاولوا نشكلهم بين يدينا البنات. غير نتوما انا دابا حيت ما عنديش كي ندير نشد بيدي بجوج هكا، وكتبقاو تشدوهم من هنا كتقرصوهم من الجناب بحال هكا، وكتبقاو توركوهم من الوسط بيديكم باش كتولي واحد الحفيره هنا لداخل عندنا هكا. ان شاء الله انا نشكلهم ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الكميه كلها اللي شكلت. من موراها غندوزو الجزء الثاني من العجين. الشكل الاول هو هذا البنات، هانتوما من بعد ما ساليته شكلته كامل. هانتوما دابا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو هذا ديال الفلون، اللي فيه الفلون كراميل، فيه واحد النسمه البنات كتحمق صراحه الله. غادي ناخذوا شويه من العجين، غادي تسمحوا لي وصافي هاد المره، لان ما عندي ضروري خصني نشري داك التريبي. ما شريتوش لحقاش كنصور اغلبيه على برا، ما كنصورش في الدار. قلت زعما سي با لابين، ولكن صراحه كتحتاج ضروري خصو يتشرى. كديروا واحد الحريبه بحال هكا البنات، وكتحاولوا انكم ترقوه هكا من الجناب هكا. انا غير غنحاول معكم. ها نتوما نزيد نطولو شويه، سمحوا لي هكا. غير هو من الجناب اللي كتبقاو توركوا عليه من الجناب. ها نتوما وغادي نديروا له بحال هكا صافي. المهم انا غنشكلو ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله، نوريكم عاوتاني الكميه كلها اللي شكلنا هكا صافي. المهم ليسونسيل كديروا له بحال هكا. الشكل الثاني هو هذا البنات كما كتشوفوا. ها نتوما كيخرج كميه لا باس بها حتى هو، لان ملي كتقسموهم راكم عارفين. ها نتوما انا دايره هنايا هذا الماس باش كيشدوا لي هذا البابي ما كيرجعش. هذه الحلوه ملي كنفرشوا. ها نتوما شفتوا. غادي ندخلو دابا الفرن حتى هو. الفرن البنات الطياب ديالهم يا اما الا كان عندكم فرن كهربائي 150 درجه، ديما ديروا الحلوه على الدرجه اللي تكون ناقصه، سخنوه بعدا وعاد ديروه على 150 درجه، وداك الساعتين نبقاو تراقبوها حتى كتبان لكم بدات هكا كتشد في راسها. وعاد بغيتو تحمروها الحلوه اللي كتبغيو تجيكم محمره هكا تشعلوا لها شوش من الفوق. اما بالنسبه للفرن الغازي كتشعلوا له حتى كيسخن حتى هو، ومني كتدخلوا الحلو ديالكم كتنقصوا له على عافيه مهيله. كما كتعرفوا كتبقاو تحضيوها صافي. هاد الحلوات ما كيتحمروش بزاف البنات، راكم عارفين، لان مازال غادي نديروهم في الشوكولا وداك الشيء. هانتوما كما كتشوفوا. هانتوما انا درتهم في الفرن الغازي، ما درتهمش في الفرن الكهربائي لان اللاطات كبارين كيهنيوني دغيا كنسالي. الشكل الثالث البنات سرحته بحال هكا. هذا الشكل اللي فيه البسكوي سرحته بحال هكا من بين بلاستيك غذائي، لان كتعرفوا الا زدتوا له الدقيق كيبقى يتقلص. حاولوا البنات ما تدلكوه ما والو، حتى داكشي اللي غيشاط لكم ملي تكملوا داك التقطاع ما تدلكوهش، ما تجمعوش هكا بيديكم، غير جمعوه غير بلاستيك هكا وليو طلقوه نيشان بالدلاك. هانتوما شفتوا انا شديت بلاستيك وطلقته ما بين بلاستيكه قطعتها على جوج، ولا كان عندكم جوج بلاستيكات وبغيتو ديروا كميه كلها ديروها. انا قسمتها على جوج. غادي نشد دابا عندي واحد الدلاك انا هذا كيدير بحال المرشم، شفتوه كيدير هكا بحال وريضات بحال دوائر.
غادي نزوقوا به. نتوما زوقوا باي حاجه كانت عندكم البنات، ماشي ضروري هذا، كانت اي شكل بغيتو تخليوه حتى سامبل خليوه سامبل، فهمتوني. انا غادي نشد بحال هكا، غنبقى نجيبو بحال هكا باش يدير لي هاد لي موتيف بحال هكا، وغادي نرجع معكم. ها نتوما شفتوا من بعد ما درت له بحال هكا، غادي نشد، غتشدوا اي مرشم مثلا اللي عندكم بحال هذا ديروه. انا عندي هذه كبيره، هذه كتعطيني عبار كبير، ما بغيتهاش، دونك خديت واحد الكاس البنات هذا ديال القهوه، كافي نواغ اللي كنديروا فيه كافي نواغ، اي عبار نتوما اللي يناسبكم ديروه. انا غندير به دوائر بحال هكا، غنقطع به، غنحاول نقطع به ونرجع معكم. والشكل الاخير البنات هو هذا، طلقتو ديال الكاكاو بحال هكا كما كتشوفوا بين جوج بلاستيكات. هنا غادي ندير له انا هاد القطعه هذه البنات، هذه ماشي قطعه، هذا راه هانتوما كما كتشوفوا هذا راه بوق، ولكن عجبني العبار ديالو وجاني داك هاد الشنيفات هادو اللي كاينين من الجناب، هاد الديكور هذا جاني زوين. دونك قلت غادي يجيني العبار هو هذاك القياس، هو هذاك ديالهم. داكشي باش قطعت بعدا. نتوما ديروا اي قطعه عندكم، يعني ديروا الديكور اللي كيناسبكم والقطعه اللي كتناسبكم. وهانتوما بعد ما قطعتها كامله بحال هكا، غادي نحيدها ونديرها في البلاطه كما كتعرفوا. هاد القطعه باش عجبتني هاد البوق، جاو الكميات كثار ديال الحلوى غتجيكم كثيره لانها صغيره. وهي الشكل ديالها كما كتشوفوا البنات. هذه اللي بقات لي من النوع الثالث غنديرها طيب هي وياها، غندخلوها للفران حتى هي، ونوريكم بعد ملي طابو كي جاو. وهادو هما الشكيلات ديالنا البنات بعد ما طابو كما كتشوفوا، جاو زوينين. الطياب ديالهم هو هذاك. هانتوما هذه من الافضل انكم الحلوه اللي كتبغيو ديروها في الشوكولاط بيض حاولوا تخليوها بيضه شويه، فهمتوني. هانتوما هذه هي هذه ديال الشوكولا، علاش جات شويه هكا بحال ما بغي، لان ما بغيتش ندلكها. انا ملي كنت كندخل فيها الشوكولاط ما كنتش كنحاول انني ندخلو بطريقه كثيره باش ما يجيش هكا، باش ما ندلكهاش وتقلص لي. راه بقات في الحجم ديالها كما كتشوفوا، ها هي جات زوينه. المهم دابا من بعد غادي نشارك معكم التزيين ديالهم اللي غادي نديرو على حسب المتوفر عندي ان شاء الله. وهنا بغيت نحضر داك ماشي صلصه، تعليكه باش كيلصقوا هكا الصابلي. كما شفتوا انا خديتها هذه من الصديقه ديالي الاخت ديالي سعيده سعيده اوريون. المهم تدخلوا للقناه ديالها، راه هي دارت واحد الصابلي ودارت هاد الكيكسيقه اللي كيلصقوا بها الصابلي، وقلت نجربها علاش لا. درت هنا 100 غرام ديال الشوكولات، زدت معاها 50 غرام ديال الجليكوز البنات. الجليكوز جاتني تقريبا معلقه كبيره عامره مزيان. صافي غندوبها وغنلصق بها الصابلي ديالي ديال الكاكاو. هنا غنوريكم الصراحه البنات هاد التعليكه كتجي خطيره. شكرا بزاف اختي سعيده، دابا غتولي ان شاء الله معتمده عندي في الحلويات، سورتو الشوكولا اللي بغيت نلصقهم في الشوكولا. جات زوينه، فكره زوينه انني نلصق بها الصابلي. عرفتي البنات راه كتشد وكتلصق، وانا كندير كميه هكا لا باس بها كما كتشوفوا باش كيحس بها الانسان ملي كياكلها. وكما قالت الاخت سعيده، الكميه الشوكولا اللي كديروا نصها جليكوز. مثلا درتو 100 غرام الشوكولا كديروا 50 غرام جليكوز، درتو مثلا 60 غرام شوكولا كديروا 30 غرام جليكوز، وانتم ماشيين. كتجي خطيره البنات التعليكه صراحه، غير جربوها راه غتعجبكم وغتولي معتمده عندكم. ها هما البنات لصقت داك الكميات الحلوه كامله اللي عندي، كتلصق مزيان راه كتشد صراحه. تعليكه خطيره، غنقولها نعاود نقولها للاخت سعيده. شكرا بزاف. دابا غادي ندوز نغطسهم هكا في الشوكولا نواغ، هانتوما غتشوفوا معايا ونرجع معكم. صافي البنات كتشدوا الحليوه ديالكم كتغطسوها هكا في الشكلاط. دابا انا عندي ما عنديش كنبدا نصور لكم، ولكن المهم كلشي عارف هاد الطريقه، ماشي زعما شي حاجه. هانتوما كتغطسوها مزيان في الشكلاط، كتهزوها هكا بشي فرشات، كتحاولوا تسقطروها. دابا انا كون عندي يدي هذا غندير جوج فرشيطات، وحده كان هذا وحده نحط بها، نحيدها عاد نحطها بها. صافي كتقطروها مزيان وكتحطوها هكا فوق شي شبيكه عندكم ولا شي حاجه تسقطر. دابا انا هذه غنشوف لان عندي حلوه صغيره، نشوف واش غتجي هي هذيك. درت تحتها ميكا كما كتشوفوا باش حتى داكشي اللي كيشط ديال هذا. هانتوما دابا انا هذه عندي فيها هاد الشبكه، عندي هذا ديالها كبارين، هاد الحديدات كبارين، من بين حديده وحديده تجي الحلوه. ومن غادي نشوف كي غادي ندير ليها نستفها هنايا منين نصايبها ونخليها تسقطر هكا من الفائض ديال داك الشوكولاته البنات. هذا انا غير شوكولا نواغ داك الكالا هو اللي درت معاه شويه الزيت هكا وصافي. وغادي نكمل ونرجع معكم. رجعت البنات حيدت داك الشبكه لان هاد الحليوات عندي صغارين بداو كيطيحوا هكا بين داك الحدايد كما كتشوفوا. وليت كنديرها نيشان في البلاستيك، في البلاستيك هانتوما مني كنديرها المره الاولى هنايا كنحيد داك الساعه قبل ما تنشف مزيان ونولي نبدل لها البلاصه باش دغيا تقل علينا وما يبقاش هكا داك الشكلاط في الجناب هكا بزاف نديفورميها، فهمتيني. وغادي نزينوها دابا بواحد الحبيبات
بحال هكا البنات زين بسيط، ما بغيتش نبقى ندير لها حتى في الجناب وداكشي لان هي ديجا في هذاك بحال الزيكزاك، خليت هكاك داك الموتيف يبان بحال هكاك وصغيره يعني غتمحني. دونك هكا درت لها تزيين سامبل بحال هكا صافي، وغادي نكملها كامله ونوريها لكم ان شاء الله. الشكل الثاني هو هذا البنات. سمحوا لي حتى بديت كنصايب ونسيت انني ما كنصور لكمش. المهم باش نقول لكم دوت هنايا الشكلاط اللي زدت معاه الكاوكاو كونكاسي ولا كاوكاو مهرمش. حمرته شويه، انا درته هكا بلا قشور، شريته من عند مول باقي الحلويات وكيجي بحال هكا الشكل. تقدروا تخليوها بحال هكا راه كتجي زوينه، ولا ديروا خيطات هكا ديال الشكلاط كحل الا بغيتو ديروا غير الكحل، ولا تغطسوها كامله مثلا نتوما تعرفوا اللي بغيتو. انا درت ليها بحال هكا، هانتوما شوفوا نص هكا ونص هكا بحال هكا في البيض. الفينيسيون باش نقول لكم، انا دابا زرت درت الكحل هو الاول. من الافضل ديروا الشوكولاط بيض هو الاول، البنات تغطسوها في الشوكولاط بيض هو الاول باش ما كتوسخ لكمش في الشوكولاط كحل. ومنطوك ملي كيبس ليكم كتهزوها وكديروها هكا في الكحل، فهمتوني؟ غتجيكم من الافضل حسن. قلبوهم بداو نتوما بالشوكولاط بيض هو الاول. المهم هذا هو الشكل ديالها. اللي عجبتكم بحال هكا تقدروا ديروا لها بحال هكا. هانتوما انا مازال ما مفينياش مزيان، ما درتلاش من هنا وداكشي، ولكن انا هاد الحلوه ديالها غير لداري. المهم وريتكم الطريقه وانتم ديروا داكشي اللي يناسبكم واللي والمكم. دابا غادي نكمل انا الحلوه ديالي كامله وغنرجع معكم ان شاء الله. عرفتي سمحوا لي، عرفتي شنو واقع لي؟ راه كنصايب الحلوه في الليل نسيتكم. المهم هاد الصابلي هذا اللي كنا درنا فيه هاد لي موتيف البنات، انا كاين شي وحدين تخرجوا فيهم لي موتيف وشي وحدين لا، وخرجت لي كميه فيه زعما ها نتوما كما كتشوفوا كميه ماشي كبيره بزاف. دونك فضلت انني ما نديرش وحده فوق وحده، قلت غنخلي كل وحده بوحده وندير فوق منها شي ديكوراسيون. شنو درت؟ هزيت الشكلاط ابيض، كان عندي ملون احمر، درت منه واحد شويه تعطاني هاد اللون هذا. وهاد الملون البنات انا شاكه فيه، حيت كاين واحد المره كنت سولت واحد السيد قال لي كيبيع داكشي د المحلويات، قال لي راه كاين ملون الشوكولا اللي كيكون زوين. هذا الملون هذا انا كنظن ماشي الشوكولا، لان ما انا ما بغيتش هذا اللون هذا، ولكن هانتوما شوفوا هذا اللون جا زوين حتى هو بحال واحد الموف فاتح. درتو في هاد المولات هادو ديال الشوكولا كما كتشوفوا. صافي دغيا كيبر كيجمدوا معاكم وكنلصقوا هكا غير بالشوكولا بلون. تقدروا ديروا داك التعليكه اللي قالت داك السيده الله يجزيها بخير، سعيده مولات القناه كما قلت لكم ديال سعيده اوريون. ديروا الشوكولات معاه نصف الكميه ديال الجليكوز وتخرج لكم معلكه وتلصق لكم مزيان. انا درت هنايا غير الشوكولات بوحدو، لان الشوكولات مع الشوكولات غادي سخون الاخر غادي يلصق. صافي كما شفتوا راه جاو حليوات زوينين بحال هكا. هانتوما انا بغيت نوريكم كيفاش دايرين باش ما ننساش. وكاينين هادو اللي درت لهم هاد الشوكولا هذا في داك المول بحال الاخر هو هكا داير. بقات لي داك الشوكولا البنات اللي كانت فيها الكاوكاو كونكاسي، ما بغيتش نضيع. نتوما بدعوا عندكم المولات بغيتو بدلوا، انا خدمت بداكشي اللي عندي ما بغيتش نضيعو. قلت علاش لا ما ندير لهم شي هكا، درتهم بحال هكا حليوات بحال هكا نتوما كي كتشوفوا. وهادو كذلك درت فيهم هذاك اللوز وهذا كونكاسي. دابا نشوف الا بقى لي شي شوكولات ندير هكا شي ديكوراسيون بخطوط بويضين هكا. صافي هادشي اللي كاين البنات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. شوفوا كي جات زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. تقدروا البنات بعجين بهذا العجين ديروا شكل واحد جوج اشكال ثلاثه شحال ما بغيتوا. وكذلك التزيين كيبقى اختياري، تقدروا مثلا تشدوا شي نوع هكا تفندوه في البيض والكاوكاو، تقدروا ديروا تزيين كما بغيتوا، كيبقى على حسب متوفر عندكم وعلى حسب الرغبه ديالكم الشخصيه. هذا بلاطو اللي جا منوع هكا مشكل، تقدروا ديروه هكا في المناسبه ديال العيد، تحطوه تفرحوا به حبابكم وهكا تزينوه كما كيبقى اختياري كما قلت لكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع احب الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم حتى هي كتفرحني. شكرا بزاف ليكم وعواشركم مبروكه، ونتمنى ان شاء الله ان العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبقى له والو ان شاء الله. السلام عليكم.